بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اعلم يا غالي وفقني الله وإياك لهداه، لما قلنا ماذا هناك اسمع ماذا يحصل هناك. جاءت امرأة متلثمة متغترة حتى لا يعرفها أحد، ومرت على قبور، فجاءت القبر الأول فحفرته، وجاءت القبر الثاني أعزكم الله ثم تبولت فيه، وجاءت القبر الثالث فأهانت قليل من الآيات ولفته أعزكم الله بمخليات من حفائض النساء أجاركم الله للدماء، ثم وضعته في القبر الثالث. ثم جاءت القبر الرابع فحفرته وحفرته ثم استلقت بجوار الجثة. طيب يا أخوان، طبعا هذه قصة واقعية. ثم خرجت بعد أن انتصف القمر واستقر في قلب السماء أجاركم الله، فتعرت كما خلقها الله عز وجل، فوقفت أمام القمر كما يسمونها السحرة تتقمر أي تشرف على القمر، عريانة كما خلقها الله في المقابر بين الجن والشياطين. تدرون ماذا تريد؟ يمكن بعضكم يتساءل. تريد أن يستجيب الشيطان الخبيث لها دعوتها وسحرها، فماذا صنعت؟ تسجد وتتدلل وتعقد وتنادي الشيطان من دون الله من أجل هدف واحد، ألا يتزوج عليها زوجها. لاحظتوا؟ حتى ما يتزوج الزوج عليها. طبعا سارت فيها الأيام، لكن ربي والله يا إخوان انتقم منها شر انتقام. عقدت على الزوج، كانت حياتها كما تقول كنت أعيش مثل النساء، أذهب وآتي، أحب زوجي، ولكن ربما الغيرة المستميتة التي لا ترتبط بالله عز وجل جعلتني أكفر بالله وأنا أشعر أو لا أشعر. لكن ما ينفع الندم إذا داهم الموت. متى أقرت بهذا؟ متى يا إخوان؟ يوم أن ذهب عقل الرجل وانقلب السحر على من؟ على الساحر. هذه المرأة يا إخوان ما اكتفت بهذا الأمر، بل أضرت بزوجها. تدرون ماذا صنعت؟ لما وجدت أن العقد لا تفيد، أخذت الطفل أبو 4 شهور فذهبت به إلى المقبرة، ثم بدأت تنادي الشيطان، فخاطبوها بخطاب ملموس. يمكن بعضكم ما يصدق هذا الكلام، لكن هذا الكلام يقر به السحرة ويعترفون به. واللي يريد أن يرجع إلى لقاء الساحر في قناة المجد. أظن بعضكم سمع شيئا من الذي لا يصدقه العقل إلا إذا آمن بأن الله عز وجل إنما جعل هذا فتنة. جعل هذا وشه يا إخوان؟ فتنة. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسطت الطفل الصغير ثم ألقي عليها خطابا: إذا أردت أن يستجيب لك مولاك أي الشيطان أجاركم الله فاذبحي الصغير، اذبحيه. وفعلت وذبحت الصغير، ثم جعلت دمه يقطر في القبور التي وقفت عليها سابقا أجاركم الله. من أجل ماذا يا أخوان؟ شوفوا إذا ضعف الإيمان ماذا يحصل، شوفوا إذا كفر بالرحمن ما الذي يجري. أليس هذا الأمر العظيم تتشقق السماء من هوله؟ أليس الله عز وجل يغضب غضبا عظيما يوم أن يسأل غيره تبارك وتعالى؟ ثم الذي حصل يا أخوان، قبل وفاتها بأيام مات الزوج ومات الابن الصغير، ولم يبقى إلا فتاة وشاب في ريعان الشباب. فقبل وفاتها قالت: يا فلان، أنا الآن ربما ما أحيا، وإني فعلت أمر عظيم، وادعوا الله لي أن يغفر لي. وش سويت يمه؟ قالت: أول أمر أني سحرت أباك فمات، ثاني أمر أني قتلت ابنك الصغير نحرا والله ما يعلم إلا الله. نحرته ثم رمته في المقابر وتركته. تقول: وأنا تائب اليوم. لكن بعد وش يا أخوان؟ التوبة لم تأتي إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. تدرون ما الذي حصل فيها؟ يقسم بالله ابنها يقول: لما لف جسمها كامل لم يبقى إلا عيناها وأنفها وفمها، لأن الجسم أصبح ما يستطيع يتحمل النور، ما يستطيع يتحمل النور، عقوبة من الله عز وجل. يقول الابن: فكانت الفاجعة، قالت له بالكلمة الواحدة: اسمع، لو غفر الله لي فتلك رحمة، وإن لم يغفر لي فادع لي أنت. قالت: وإذا كشفت الستار عني فترحم علي. كانت المفاجأة، ابنها يقول: بعد ما كشفنا الستار والله لقد وجدنا الدود يأكل في جسمها وهي حية. إي والله الذي لا إله غيره. لماذا يا إخوان؟ لأنك تعرف أن ربي عزيز ذو انتقام،
وإذا انتقم القهار لا معقب لحكمه. يقول والله لما فتحت الغطاء وإذا بالدود ينهش في لحمها نهشا، فقلت يم دود. قالت إذن أنا ميتة لا محالة، أنا ميتة لا محالة. ماتت المرأة يا إخوان. تدرون كم عقدة وجدت بعد أن أقرت بها؟ وجدت والعياذ بالله في أدبار النساء أكثر من 22 أو 23 امرأة في أدبارهن عقد قد عقدت عليها، وأخرجت جثثهن ووضعت الأسحار ثم غسلتهن وكفنتهن ثم وضعتهن في المقابر. كم امرأة الآن استضرت السبب هذه المرأة؟ والسبب وشو؟ ضعف الإيمان. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته.